نحو العلا سيروا شباب الأمة، وتكاتفوا لينوح فجر أجمل، وتسابقوا للمكرمات، وحلقوا بسمائنا طرا وخيرا أمنوا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم مستمعين الأفاضل ومشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج ساعة شباب. هذا البرنامج الذي يناقش أهم قضايا الشباب الإسلامي. حياك الله أخوي عبد الرحمن. يسعدنا في التقديم طبعا أخوي عبد الرحمن، حياك الله. أهلا وسهلا عبد الرحمن، أرحب بكم أيضا أيها السادة المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من برنامجكم ساعة شباب. نذكر أننا في صدد استقبال اتصالاتكم واستفساراتكم عبر الأرقام الظاهرة أمامكم في الشاشة أو مشاركاتكم عبر الفيسبوك على شبكة سلام الإعلامية. مشاهدينا الكرام، إلى أولى فقراتنا في هذه الحلقة وجلسة سمر. طيب خليني أتناول اليوم يا عبد الرحمن موضوع من المواضيع الدارجة بين المجتمع، وهي موضوع العلاقات. كل البشر غالبا ما تكون بينهم علاقات وأنسة ومودة ومحبة. هذه العلاقات لها درجات وتتفاوت بينهم، فمنها ما يكون سطحي مثل تعاملاتك مع صاحب البقالة أو جارك أو من تسلم عليه وأنت ماشي وكذا، هذه كلها تكون علاقات سطحية. وفي اللي أعمق منها شوي اللي هو علاقات الزمالة، ما يكون في المدرسة أو في الجامعة أو في العمل أو في مكان تقضي فيه مصلحة بشكل يومي، فتقابل فيه أشخاص يكون بينك وبينهم ألفة ومودة بحدود الزمالة. لكن هناك ما هو أعمق، ولعل الحديث اليوم يدور حول هذا، ألا وهي الصداقة. خلني أسألك بداية يا عبد الرحمن، هذه العلاقات بين البشر بشكل عام على ماذا تقوم؟ أي ما الأساس الركيزة الأساسية التي تقوم عليها هذه العلاقات بين البشر؟ والله يا عبد الرحمن موضوع شيق ومهم، وما أدري ايش أقول لك بصراحة يعني، ولكن لو تحدثنا عن الصداقة بشكل خاص أو العلاقات بشكل عام، نجد أنها في الكثير أو في إذا قلنا بالإجماع أنها قائمة على المحبة بين الطرفين. ونذكر في هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. الحديث. والله صراحة أنا أتفق معك كلية في هذا. البعد الروحي في أي علاقة هو الحاكم الأساسي فيها. يعني مثلا قد تجد شخص كامل الأوصاف بشخصية وأخلاق واحترام ومبادئ وآداب وما إلى ذلك، لكنك ما تتوالف معه، وهذا عائد لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما تعارف منها ائتلف. فأنت ما ألفته مع أنه كامل الأوصاف، لكن روحك ما ألفته. صحيح. والعكس في هذا صحيح، أنك ممكن تجد شخص سيء لكنك تتوالف معه بحكم أن الأرواح تلاقت. صحيح. بالحديث يا عبد الرحمن عن العلاقات، هناك أسس تقوم على هذه العلاقات ومبادئ وأخلاقيات. أنا أعتقد أن من أهم هذه الأخلاقيات التي تقوم عليها الصداقة أو العلاقة هي الأمانة. نعم. عندما لا يأمن الشخص شخص آخر، وعندما لا يأمن الصديق صديقه، لا يحدث بينهم علاقة أو صداقة بالأخص. والعكس تماما صحيح. عندما تأمن صاحبك وتشاركه يعني أسرارك وأحزانك وهمومك وكل ما تريد، وأنت تأمن أن هذا الشخص هو الشخص المناسب لهذا، زي ما تقول خلينا نسميها الفضفضة أو نعم. الإخبار بأي أمر من الأمور، هذه تسمى الأمانة، أنك أنت صاحبك يأمنك وأنت تأمن صاحبك، وبالتالي يعني يحدث بينهم ترابط كبير وتقوى هذه العلاقة. والأمانة أيضا تعد من أخلاق الأكابر، خلق من أخلاق الأكابر. إذا أنك لا تجد مثلا شخص رفيع المنزلة أو رفيع المستوى يكذب ويغدر ويخون وما إلى ذلك، لا بالعكس تجده أنه يمتلك يتحلى دائما بأخلاق رفيعة مثل الأمانة وأيضا الصدق. والصدق ناتج عن الأمانة.
إذا أنك صعب أنك تكون في علاقة مع شخص وأنت مثلا لا تأمن، وأن يعني زي ما قلت تفضفض له، ما يصدقك حتى في النصيحة، ممكن يصدق في أمورك، لكنه إذا طلبت منه النصيحة وهو يعني وهي غاية الصداقة انك تطلب نصيحة من الشخص ويكون ما يصدق في هذا، فهو غير امين وغير صادق، وما تستفيد منه لا في حق ولا باطل. صحيح. وهذا يا عبد الرحمن يجرنا الى اصل المشكلة، نعم. الا وهي الاخلاص. فقد يكون يعني الكذب عليك لانه اساسا غير مخلص لك، يعني لا يعتبرك شيء بالنسبة له، فكذبه عليك وصدقه عليك هم في حد سواء، يعني ما يعيرك اهتمام ولا لا يحمل في قلبه تجاهك اي شيء. فبالتالي يعني طبعا خلافا عن الوازع الديني وضعف الايمان الذي يعني يجره الى الكذب، هو يكذب عليك لانه لا يراك شيئا، فبالتالي هذا مما يهدم العلاقات الكبيرة. ويعني نذكر في هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال آية المنافق كالثلاث: إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. سبحان الله، هذه النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها على صعيد النفاق، وهي يعني على يعني من مراتب الكفر والشرك الأصغر، ألا وهو النفاق. نعم. طبعا هناك يعني تفصيل كبير، نفاق اعتقادي ونفاق عملي، لكن لسنا في هذا الموضوع. ولكن شوف، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لك هذه الصفات، لو تأخذ منها تجد أنه يعني هي أساسيات التي تقوم عليها الصداقة والعلاقات. ولا شك أن الإسلام يعني يحث الناس ويحث المسلمين على أنه تربطهم علاقة جيدة، ولذلك ذم هذه الصفات اللي هي الكذب وخلاف الوعد والخيانة. نعم. طيب خلني أتوغل معك عبد الرحمن بشكل تفصيلي أكثر. لو قلت لك ما هي العلاقات ما هي الأمور التي تعتقد أنها توثق العلاقات بشكل أكبر؟ يعني إيش الدوافع اللي ممكن تخلي علاقتك باللي قدامك أو بالشخص الصديق وثيقة بشكل أكبر ومفصلة؟ والله عبد الرحمن، يعني هذه تعتمد على طبيعة العلاقة بين الناس. يعني تجد زي ما ذكرت في البداية أنه يعني تجد في علاقات زمالة بين الناس، تجد مثلا علاقتك مع يعني الشخص اللي في البقالة مثلا، تجد المسجد، هذه كلها. ولكن خلينا يعني نشوف أو مثلا نذكر بعض العناصر المهمة كطول العلاقة مثلا. فتجد أنه شخص مثلا تقابلته أمس مو زي الشخص تعرفه من 20 سنة، أكيد بينهما سواء. أيضا مما يعني يحدد قوة العلاقة بين الأشخاص المواقف هي تحدد سير العلاقة. تجد أنه في أشخاص تعرفهم من 20 سنة، ولكن أتت بعض المواقف أثبتت لك أنك أنت لا تعني لهم شيئا، أو المنزلة التي كنت تتوقع أنك تحملها في قلوبهم ليست بالمنزلة الحقيقية. فبالتالي أيضا المواقف تحدد قوة وضعف العلاقات بين الناس. صادق. وأيضا طول العلاقة، يعني قد تجد كثير من الأصدقاء نشأوا أو رابين سوا مثل ما يقولون، ونشأوا في بيئة واحدة وكبروا سوا وكذا، غالبا ما تجد عقولهم متقاربة من بعض وشخصياتهم متوالفة، خلاص ما عاد يصير بينهم زعل ولا حساسية ولا كثير من هالأمور. وهذا يولد عندهم محبة لا شعورية طبعا. صحيح. مثل ما ذكرنا الأرواح جنود مجندة. حتى في حالة المشاكل ممكن يصير بينهم سباب أو يصير بينهم مشكلة ولا ذلك، تجدهم يحبون بعض ومتوالفين مع بعض. ولعلي أتطرق بعد هذا إلى في قضية السباب. تجد دائما علاقات الشباب فيما بينهم من الأصدقاء مبنية على العنف، ليست مبنية على اللطف، يعني بعكس البنات. نعم. الشباب دائما يعني يصير بينهم سباب أكثر، ويصير بينهم يعني مثلا يقول خويه رح يا الماني بقايل، ولا تعال يا فلان، يعني باستهزاء أو بكذا. على عكس البنات. صحيح. على عكس البنات، مع وهذا فيه توثيق للعلاقة وفيه صحيح. تصديق لها، ما يكون فيها عنف ولا يكون فيها ما يكون فيها بغض. يعني نقدر نقول إنه العيال تماسيح سبحان الله. هي نعم، تجد إنه يعني، وهذه النقطة هي بالذات يعني من أسباب تقوية العلاقة بين الشباب. يعني سبحان الله كيف هذه نقيضان قد لا يجتمعان، كيف إنك أنت تتعامل شخص بشكل سيء وهذا يكون سبب في قوة العلاقة بينك. ولكن هذه يسمونها باللغة العامة أو الدارجة الميانة، أنك تمر على الشخص وبالتالي لا تتكلف معه. العبارات السامية أو العبارات المغلفة بغلاف الأدب، مثل كيف حالك، عساك طيب، شلونك، هذه كلها غير مستساغة. نعم، تحس انها حواجز بينك وبين الاشخاص. فكل ما طبعا عمقت العلاقة، كل ما يعني الناس اخذوا راحتهم الشباب. ولكن على العكس تماما، تجد انه العلاقات كما ذكرت بين البنات يعني تجدها
ألطف في كثير. تجد ان البنت تقول لصاحبتها يا عيوني يا روحي، بشكل يعني انت تستغرب تقول يا اخي ما انت ما لو انت شاب تشوف مثلا علاقه مثلا بين اختك وصديقتها تقول يا اخي ما تشمئزون من بعض، تحس انه في تطبيل بينهم، كثرة تحس في ميال. هم يعني سبحان الله هذه خلقة المرأة وهذه جبلة المرأة، الله خلقها ان تكون رقيقة، فبالتالي علاقتهم تنبني على هذا. وتجد انهم حساسيتهم كبيرة في حال انه لو عاملت بنت صديقتها مثل ما يعامل الشاب صديقه، وتجد انه يعني بتصير مشاكل. فسبحان البنت دائما بطبيعتها تكون اكثر رقه عكس الولد، ما يكون اكثر جلافه، لذلك ما تستسيغ ان الولد يكلم خويه بلطافه البنات. صحيح. تجد يعني فيها شويه غرابه. نعم. طيب خلينا دائما ذكرنا المقارنه بين علاقات الرجال وعلاقات البنات، خلينا نجمع بينهم ونقول ما رايك عبد الرحمن في من يقول انه يوجد صداقه بين الرجل والمراه؟ يعني خلينا ناخذ هذا الموضوع من جانب يعني انساني ومن جانب ايضا اجتماعي، وقبل ذلك ايضا يعني من جانب شرعي وهو الاساس. طيب هو دائما او بشكل عام علاقه الرجل والمراه تكون مبنيه على الحدود اللي يضعونها لبعض، وعلى الحدود اللي يضعها المجتمع والثقافه والدين بدرجه اولى. فانت تمشي على الحدود اللي وضعها لك دينك، ثم وضعها لك ثقافتك، ثم المجتمع، ثم الحدود اللي انت ضعها بينك وبين المرأة في العلاقة. نعم. طيب لو نذكر من يعني من البداية من الجانب الديني، نجد أن الله سبحانه وتعالى حرم اتخاذ الأخدان في الأصدقاء والصديقات على كل من سواء من الرجال والنساء، فقال في كتابه العزيز محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، وفي خصوص الرجال قال محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. فيعني هذا تحريم واضح وصريح على. نعم. وايضا بجانب اجتماعي بعيدا عن الجانب الديني، قد يعني تحصل مشاكل وهي واردة الحصول جدا في اذا فرضنا انه يوجد شيء اسمه صداقة الرجل والمرأة، وهي الغيرة. صحيح. بطبيعة الانسان، بفطرة الانسان السليمة، لما انت يصير عندك علاقة مقربة مع فتاة ممتاز وتشوفها بعدين تتكلم مع شخص ثاني، او انها تتقرب من شخص ثاني وهي صديقه، شوف مو بزوجه، لو زوجه انا اقول لك الغيره لك متاحه والغيره مشروعه. نعم. لانها فطره وانها كذا، بس كونها صديقه انت ما يحق لك تغار عليها، وهذا ينافي فطرتك، فاللي ينافي فطرتك ينافي دينك. وكذلك على المراه، على صعيد المراه ممكن انها تكون على علاقه مع رجل تحت مسمى الصداقه، لكن مجرد انها تشوفه مع واحد ثاني طالع مع واحده ثانيه طالع ولا جاي ولا رايح ولا ذا، بتشب فيها الغيره، وهذا ما لا يقومه العقل. يا رجل يعني لو ذكرنا انه يعني يوجد غيره بين الشباب في بعض العلاقات، يعني انت ممكن تجد صاحبك يعني مثلا يبتعد عنك لفتره ويعني يكون مع شخص اخر، يعني الغيره خلينا ما نسميها غيره، نسميها انه ليش سوى معي زي كذا، انا صاحبك فما بالك السؤال. نعم، فما بالك انه يكون فيه امراه، وطبيعه الرجل انه ينجذب بالمراه وكذلك المراه تنجذب بالرجل، وعلى العكس تماما. يعني انت لو المراه شافتك مثلا مع بنت اخرى على افتراض طبعا انه يوجد صداقه بين الرجل والمراه، نعم. تجد انها سوت غلط، تقول يا اخي ليش يعني انا مو صديقتك، انت بتقول لها يا اخي انت صديقتي، فبيحصل فيه مشاكل. وهذه زي ما تقول علاقات زي ما تقول سموم تجدها في علاقات الرجل والمراه. ايضا لو تحدثنا بشكل اخر نجد انه من الاساسيات التي تربط الرجل بالمراه الا وهي الجنس، التي بسببها شرع الله الزواج حتى يعني يحصل المرء. فبالتالي عندما يكون هناك علاقة بين الرجل والمرأة كصداقة، إذا ذكرنا أن هناك يوجد صداقة، فأنت ترمي بموضوع الشهوة الجنسية عرض الحائط تماما، بعد أنك تقول أنه أنا هذه صديقتي لا أنجذب إليها جنسيا. نعم. بل تجد أن الشخص الذي يقول هذا الكلام إما أنه يوجد فيه اعتلال صحي، وإذا كان سليم على الفطرة فهو بحد ذاته يعني الشيء هذا أنت ما أنت متحكم فيه، يعني ما هو زر أنت تطفيه مع صديقتك وتشغله مع زوجتك، هو شيء يعني مزروع فيك انت ما لك تتحكم فيه ابدا. فبالتالي الشخص الذي يقول هذا الكلام اما يكذب على نفسه، واما انه يوجد فيه اعتلال، لانه يقول كلام منافي للفطره. نعم، منافي للفطره تماما. ايضا على صعيد عاطفي، قرب العلاقه بين الرجل والمراه وكثره الاحتكاك غير المشاعر الجنسيه قد يولد مشاعر عاطفيه، وهذا مما يخرجك من باب الصداقة إلى باب العلاقة العاطفية. فإذا أنت تولدت عندك مشاعر عاطفية، وهذا وارد جدا وطبيعي بالمناسبة أنها تتولد عندك مشاعر عاطفية، لأنه طبيعي. يعني أنت عندك بنت
والحديث معها بكثرة والطلعات والدخلات والمكالمات وكذا يولد عندك مشاعر عاطفية. هذا يرجعنا إلى قول القائل أنه لا توجد صداقة بين الرجل والمرأة. ليش؟ لأنها تحولت إلى علاقة عاطفية. ليش؟ لأنه ظهر فيها مشاعر جنسية، وهذا كله ينفي وجود العلاقة ما يسمى بالصداقة. فلذلك نرجع نقول أنه تولد المشاعر وارد وهو طبيعي، ومنهم ما قيل ما سمي الإنسان إلا لنسيه إلا لأنسه. نعم. وهذا بالمناسبة خطأ يقع فيه الكثير، أنه يعتقدون أن الإنسان سمي إنسانا لأنه ينسى. نعم. إنما سمي الإنسان إنسانا لأنسه لأنه يأنس ويؤنس. نعم. فما سمي الإنسان إلا لأنسه ولا القلب إلا أنه يتقلب. الله. فلما تقلب القلب من علاقة الصداقة إلى علاقة عاطفية، أرجعنا إلى أصل الدين الحنيف، وهو لا توجد علاقة بين رجل والمرأة. وهذا طيب. يعني ولعلنا بهذا نختم مستمعينا ومشاهدينا الأفاضل، وننتقل إلى الفقرة الثانية وحول العالم. مشاهدينا الكرام مستمعينا الافاضل، حياكم الله وبياكم في هذه الفقره الثانيه وحول العالم. حياك الله اخوي عبد الرحمن. اهلا وسهلا. تكلمنا في الحلقه الماضيه عن الصين وقبلها عن الهند، ماذا لديك اليوم يا عبد الرحمن؟ لدينا اليوم دوله، يعني اذا قلنا ان الاسلام او المسلمين يفتخرون بالماضي القديم، فلا شك ان المسلمون يفتخرون بهذه الدوله، الا وهي الدوله التي كانت تسمى الدوله الاندلسيه، التي كان يحكمها بنو أمية، وقد كانت مهدا لكثير من الحضارات الإسلامية والتاريخية، وخلفت تراث معماري كبير جدا وضخم يذكر عبر التاريخ ويدرس للأجيال القادمة أن هناك دولة مسلمة موحدة كانت تسمى الدولة الأندلسية، ولها ثقلها في التاريخ الإسلامي أو التاريخ بشكل عام إذا ذكرنا للتاريخ للعالم. طبعا شكلت الأندلس منارة للعلم والازدهار وللمباني وللعمارة وما غيرها آنذاك، وكانت مركزا أساسيا من مراكز المسلمين، وكانت تنافس العاصمة بغداد تحت الحكم الأموي، وتنافس القسطنطينية تحت حكم البيزنطيين. وعلى اختلاف الخلفيات الثقافية الموجودة لدى الشعوب، برز عندهم كثير من العلماء مع اختلاف أعراقهم واختلاف أديانهم. فعلى سبيل المثال عندك جابر بن أفلح في علم المثلثات، وإبراهيم بن يحيى في علم الفلك، وأبو القاسم الزهراوي في الجراحة، وابن زهر أو ابن زهير في الصيدلة، وغيرهم كثير. طبعا هذا جاء بعد ما يعني اعتمدوا في بداية تأسيسهم الدولة الأندلسية على العلوم اللي كانت موجودة في معظم دول العالم، وأيضا اعتمادهم على سواء علماء بغداد المسلمين والمشرق الإسلامي أيضا علماء الإغريق. لكن لم يدم هذا الأمر طويلا، وبدأت دولة الأندلس بالاستقلال بعلومها الخاصة في عهد الخليفة عبد الرحمن الناصر، وقد ظهر منهم من ذكرت يا أخي عبد الرحمن في العلماء في نعم. وهذا على صعيد العلم والعلوم. أما على الصعيد الفن والأدب والشعر وما إلى ذلك، كان لديهم طابع مختلف ومميز. كانت أشعار الأندلسيين أكثر رقة، ما كان فيها ألفاظ غليظة، ولا كان فيها يعني مثلا لو رجعت بالتاريخ الشعري إلى أشعار الجاهلية أو صدر الإسلام أو بداية الأويمة نقدر نقول، كانت أشعار غليظة، كانت معانيها فظة وفيها يعني من الفظاظة الشيء الكثير. الأندلس بحكم أنها كانت في دولة تمتاز بالبحور وبالخضار وبالجمال وكذا، كانت ألفاظهم تنعكس عليهم في ذلك. فكما امتازت معانيها وأفكارها بالوضوح والبساطة والبعد عن التعقيد والتلميح، بعيدا عما كان عكس ذلك. صحيح. بالحديث عن الشعر، شهدت الأندلس فترتين، فترة المد، وكانت تسير على نهج الشعر المشرقي المعروف. أما فترة الجزر وهي الفترة الثانية، فقد شهدت تغييرا وتمييزا أدبيا، فظهرت مواضيع جديدة يعني كرثاء المدن والدول الزائلة، وأيضا ظهر ما يسمى بالمشيحات الأندلسية. نعم، هذا طبعا يعتبر الأبرز في تاريخ الأدب الأندلسي، الموشحات الأندلسية. ظهرت نتيجة عن شغلتين، الشغلة الأولى فنيا والشغلة الثانية اجتماعيا. أما اجتماعيا فقد كانت اختلاط المسلمين بالأسبان في الفترة ديك، كان في اختلاف ثقافات واختلاف الشعوب وكذا، أنشأت لديهم
هذا الموشح يعني أقدر أقول لك الجامع بين الثقافتين. صحيح. فيه من رقة الأسبان وفيه من حلاوة الأدب العربي. وأما فنيا فقد انتشر الغناء في أسبانيا في هذيك الفترة انتشارا واسعا. فلما انتشر كان الغناء الأسباني طبعا كانت الأشعار المستخدمة أشعار عربية، وكانوا يستخدمون الأشعار العربية القديمة، وكانت فظة كما قلنا. كانت ثقيلة، يعني ما يقدر المغني أنه يتغنى بها أو يعني يظهر حسن صوته بها. فظهرت الموشحات الأندلسية الخفيفة المعنى الرقيقة على اللسان ليتغنى بها المغني. ومنها ما قاله أحدهم: جادك الغيث إذ الغيث هما، يا زمال الوصل بالأندلس، لم يكن وصلك إلا حلما، بالكرى أو خرسة مختلس. وبالمناسبة الأدب هنا، الموشحات عفوا، ما كانت تقتصر على مجرد الألفاظ، كانت على طريقة التركيب أيضا. كانت طريقة التركيب مختلفة فيها. نعم. وبالحديث عن الفنون، نذكر الفن الحضاري أو المنشآت المعمارية الضخمة التي حدثت للدولة الأندلسية بعد دخول بني أمية. وقد يعني انقسمت هذه الحقبة إلى 3 مراحل، لأننا نذكر المرحلة الأولى ألا وهي بناء جامع قرطبة الذي تم بناؤه جنبا إلى جنب مع بعض عند مباني طليطلة. نعم. عند مباني طليطلة تم بناء جامع قرطبة. فيما شملت المرحلة الثانية بناء منارة إشبيلية التي أنشأها الموحدون. وبينما اشتملت المرحلة الثالثة على قصر الحمراء في غرناطة الذي شيد وكان بمثابة عنوان صريح لما انتهت إليه العمارة الأندلسية. فهنا نذكر أن الحضارة الأندلسية قسمت إلى 3 مراحل، 3 أقسام. نعم. ببناء صروح كبيرة مثل جامع قرطبة ومنارة إشبيلية وأيضا قصر الحمراء. وبالمناسبة قصر الحمراء من أهم معالم تاريخ الأندلس المعماري. نعم. بجانب إلى قصبة في ملقا، وملقا أيضا من أهم المدن في الأندلس، وكذلك إشبيلية وقرطبة وإندوسيا. هذه أول مرة أسمع فيها إندوسيا. نعم. أيضا بالحديث عن حضور الدولة الأموية في الأندلس، يعد افتتاح الأندلس أو إسبانيا بالمسمى الحالي هو امتداد طبيعي لفتوحات شمال أفريقيا. والمعروف أن المسلمين وصلوا في فتوحهم إلى المغرب الأقصى في عهد الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك، الذي شجع في هذا التوجه إلى يعني شجع على هذا التوجه وأعطى السياسة الخارجية اهتماما خاصا بعد أن كانت الأوضاع الداخلية مستقرة. نجد أنه عندما رتبوا الأمور الداخلية بدأوا يعني ينتشرون ويتوسعون. وهذا سبحان الله نجده في التاريخ الإسلامي معروف أنه في بداية بالخلافة الإسلامية وفي عهد أبو بكر بدأ يعني حب يرتب الأمور داخليا. نعم. ثم بدأ في حرب على المرتدين، ثم ذهب إلى شمال الجزيرة العربية، ثم في عهد عمر بن الخطاب والفتوحات الإسلامية العظيمة التي ظهرت سواء ضد الفرس أو ضد الروم، عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب، ثم أيضا نجد في الدولة العباسية. هذا نهج المسلمين، هم التوسع ونشر الدين الإسلامي في كل مكان حول العالم. فهذه نتيجة طبيعية أنه المسلمين بعد ما وصلوا إلى شمال أفريقيا توسعوا وصلوا إلى الأندلس. نعم. ونذكر هنا أنه لكل شيء إذا ما تم نقصانه فلا يغر بطيب العيش إنسان، هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمانه. في عام 1492 سقطت دولة الأندلس، وسقطت قرطبة آخر قواعد المسلمين فيها بعد سقوط كافة المدن، وكانت انتهاء الحقبة التاريخية لدولة الأندلس. واليوم الأندلس هي دولة إسبانيا، الدولة الشهيرة التي لا زالت وما زالت تتمتع بالحضارة الإسلامية التي تركها المسلمون والعلوم المتقدمة، ولكن للأسف تحت سلطة مختلفة. العاصمة مدريد، واليورو هي العملة التي يستخدمها سكان إسبانيا الذين يبلغ عددهم أكثر من 47 مليون إنسان. معنا رقم عجيب أعتقد. كنا نتحدث عن مليار وشوي في الهند ومليار وشوي في الصين، والآن إسبانيا 47 مليون فقط للأسف. لعلنا نذكر نظام الحكم في دولة إسبانيا. نظام الحكم عبد الرحمن هي دولة ديمقراطية، أي أنها ذات حكومة برلمانية في نظام ملكي ونظام دستوري أيضا. وتعد إسبانيا أيضا من البلدان المتقدمة حيث أن اقتصادها يعتبر كبير، ويوجد إحصائية أن اقتصاد إسبانيا يعتبر 9 أكبر اقتصاد في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي، كما أن مستويات المعيشة هناك مرتفعة جدا.
أنا أذكر أنها كانت في المرتبة العشرين في مؤشر التنمية البشرية، فيعتبر هذا مؤشر كبير جدا، ولا شك يعني عملتها اليورو واقتصادها كبير وعدد سكانها لا بأس به، يعني يعتبر جيد، فطبيعي أنها تنشأ اقتصاد يعني كبير. أيضا موقعها الجغرافي ساعدها لذلك، يعني هي واقعة بين قارتي يعني أفريقيا وأوروبا، وبالتالي أيضا موقعها الجغرافي ساعد أن تكون اقتصادها يكون اقتصادها يعني اقتصاد كبير. طيب، وأيضا التنوع الثقافي ظهر على فنهم، فقد كانوا الفنانون الأسبان ذو تأثير كبير في تطوير مختلف الفنون على مختلف الأماكن في أوروبا وفي غيرها. وعرف الفن الأسباني وعرف الفن الأسباني عددا كبيرا من التأثيرات، التراث الإسلامي في أسبانيا وخاصة في إندوسيا، والذي لا يزال واضحا حتى اليوم في مدن مثل قرطبة وإشبيلية وغرناطة. أما التأثيرات الأوروبية فقد كانت على صعيد فرنسا وألمانيا وإيطاليا وغيرها. أيضا مما يجعل إسبانيا، ودعنا نتحدث الآن على الصعيد أو على المجال السياحي، نجد أن إسبانيا تتمتع بثقافات كثيرة ومختلفة، وقد تجدها يعني نوعا ما متناقضة. تجد الإسبان ويعني الثقافة الأوروبية، وتجد المسلمين والعرب والثقافة العربية والإسلامية، فنجد هناك خليط يعني زي ما تقول مثير للاهتمام لكثير من السياح. فتجد أنه هناك تلمس وجود الحضارة الإسلامية في هذه المنطقة، وأيضا تلمس وجود زي ما تقول ثقافة الغرب أو الثقافة الأوروبية أيضا تجدها هناك. فهذا المزيج كون يعني حضارات عظيمة جدا في هذه المنطقة. هذا الخليط يضيف إلى جماليات إسبانيا الشيء الكثير. وهي بلا شك عاصمة كرة القدم. صحيح. مدريد وبرشلونة وأفريقيا أو فرق منتشرة جدا وقوية، وقد لعب فيها أساطير كرة القدم بشكل عام. يعني تتكلم عن كريستيانو رونالدو، ليونيل ميسي، زيدان وما إلى ذلك، رونالدينهم. فلما أنت تشوف أن هؤلاء كلهم لعبوا في أسبانيا تكون بلا شك هي عاصمة كرة القدم. لكن خليني أتكلم معك بشكل أوسع عبد الرحمن. هل تعتقد التأثير الإسلامي الذين تركوه المسلمين بعد الأندلس موجود إلى الآن في أسبانيا، أقصد في بنيانهم وحضاراتهم ومعالمهم؟ بلا شك بلا شك، عندما تجد يعني أماكن مثل جامع قرطبة ومنارة إشبيلية والقصر الحمراء، يعني هذه أماكن مخلدة وموجودة إلى الآن، ويقصدها السياح من كل مكان، ولا يقصدها فقط المسلمون، بل يعني تجد أنه الأكثر أن يقصدونها الأوروبيين أو غير المسلمين. نعم. فهي بحد ذاتها فن، نقدر نقول معماري. نعم، بحد ذاتها فن، وبحد ذاتها يعني لا يقصده الناس لأنه تابع للمسلمين، يقصده لأنه مبنى عظيم جدا. كيف من هذه الدولة أو من هؤلاء الناس الذين بنوا هذا المكان العظيم، فتجد أنهم يعني يأتون إلى نعم لما يكون مثل هذا الصرح صحيح الشامخ من المباني المعمارية، جامع قرطبة أو قصر الحمراء أو هذا، أصلا كونه لا زال موجود إلى اليوم، هذا بحد ذاته انتصار وإنجاز كبير. فما بالك أنه إلى اليوم لم يصبح مهجورا، بل هو مزار للسياح ومستقطب للسياح من جميع أنحاء العالم لأسبانيا. صحيح. التي كانت قبلا هي الأندلس. صحيح. فأنا أعتقد أن الأندلس خلفت لهم مآثر وتاريخ وفنون، يعني لو جلسوا العمر كله ما وفوها حقها. بالضبط. نعم. أيضا يعني سبحان الله الحكومات يا عبد الرحمن تجد أنها تستفيد من الحضارة السابقة. عندما يفتتح المسلمون دولة، أو مع الأسف عندما يخسر المسلمون منطقة معينة ويسكنها الغرب أو بعض النصارى وما إلى ذلك، تجد أنهم يستفيدون من الحضارة الإسلامية، فإما أن يحولون أماكنهم التاريخية إلى متاحف يقصدها السياح وتدر عليهم أموال طائلة، وإما أنهم يحولونها إلى أماكن جالبة يعني إلى السياح، أو إما يحولونها أيضا إلى كنائس. وبالتالي المهم أنهم يستفيدون يعني من هذه الثقافات يا عبد الرحمن. نعم. جميل. طيب، لعلنا ننتقل إلى الفقرة القادمة، ولكن بعد هذا الفاصل القصير متابعينا ومشاهدينا في كل مكان ترقبونا، ولكن بعد الفاصل. أجمل وتسابقوا للمكرمات وحلقوا بسمائها طرا وخيرا أمنوا.
نعتز بهويتنا، نعتز بتقاليدنا، نعتز بديننا كمسلمين إريتريين، نعتز بوطننا وأرضنا. تأتي إحداهن من السفر، إذا لم تبكي في عندها تعتبر مصيبة من المصائب، لذلك تبكي وتهيج النساء ويبكين. حتى لو كان الجواز في جيوبهم، هو في جيبهم ولكن ليس في قلبهم. إذا ثبت أنه والله يؤذي عباد الله وبل ربما يصل بسحره إلى أن يقتل، فهذا ما في خلاف أن إذا سحره الذي فعله قتل إنسان فإنه يقتل. لكنه لو قال أنه هذا للذكور من أبناء من ذريتي دون الإناث مثلا، هذا قال العلماء هذا وقف جائر ولا يجوز ويحرم هذا الوقف. الشعب الإريتري الآن كثير من الشباب يهرب من بلده، أين الاعتزاز بالوطنية الإريترية؟ الأسرة تلعب دور كبير جدا في حفاظ وتوريث الهوية الإسلامية والوطنية بالتحديد أيضا لأبنائها. الهوية الإسلامية موجودة، ولكن للأسف الهوية الإريترية أو الهوية الوطنية طمست. إنما أصبح الطلاق الآن تحت مظلة الزواج، أصبح هناك طلاق داخل بيت الزوجية. الطلاق النفسي والطلاق العاطفي هو الأكثر انتشاراً في الواقع الحالي مع الأسف الشديد. إنه المتطوع نفسه ما يكون فاهم رسالة الجمعية أو العمل التطوعي اللي هو بيشتغل فيه. الأسرة الإريترية في الخارج كيف تحافظ على نجاحها وسعادتها في ظل الغرب مثلا؟ أجمل وتسابقوا للمكرمة وحلقوا بسبائل طرا وخيرا أمنوا. مشاهدينا الكرام، حياكم الله من جديد وإلى آخر فقراتنا لهذا اليوم وسبورت. طيب خلينا نبدأ بهذا الأسبوع الكئيب بما سمي بأسبوع الفيفا، ما فيه مباريات ولا فيه أي أحداث. إيش سلبياته على الأفريقيا، إيش إيجابياته، إيش تعليقك عليه عبد الرحمن؟ كما ذكرت عبد الرحمن أنه أسبوع كئيب، ولو ذكرنا من سلبياته فهو يعتبر أسبوع كئيب للمشجعين، إنه ما في قبل الأفريقيا. نعم، فهذه تعتبر من السلبيات، إنه ما في مباريات والمشجعين يرغبون بهذه الحماس. ولكن لو تكلمنا على الصعيد الفرقي أو الصعيد سواء المدربين أو اللاعبين أو الإداريين، فنجد أنه من إيجابيات أو من أعظم إيجابيات أسبوع الفيفا أنه المدرب يأخذ نفس عن هذه المباريات ويأخذ وقت التفكير. يعني نجد المدربين في رزنامة الدواري أو المباريات الكثيرة تجد أنه ما عنده وقت يفكر، ما عنده وقت يحلل المباريات. فالأسبوع هذا يكون يعني راحة له. صحيح، الفترة هذه هي أسبوعين تجد أنها صحيح يعني تساعد المدرب أنه يأخذ وقته ويفكر ويحلل بعض النقاط، يكتشف لاعبين، يطور من اللاعبين. فهذه من ايجابيات اسبوع الفيفا. ولعلنا نذكر من اهم سلبيات اسبوع الفيفا وهي التي يعاني منها الكثير، انها يعني سبب لاصابه بعض اللاعبين، كون انه اكثر اللاعبين يعني يذهبون للعب مع المنتخبات. وبالتالي هذا الانقطاع
عن الروتين الذي كانوا يعيشون في المدينة التي يلعبون بها، ممكن يسبب ممكن يسبب إصابات، وبالتالي تجد أنه كثير من اللاعبين بعد عودتهم من أيام الفيفا أو من المنتخبات تجدهم مصابين أسبوع أسبوعين. هذا الشيء طبعا يؤثر على مستوى الفريق. نعم أكيد لا شك. طيب خليني أسألك يا عبد الرحمن. نعم. الأسبوع الماضي شهدنا يعني ديربي عظيم في السعودية، ألا وهو ديربي جدة، ديربي تاريخي اللي هو ديربي الاتحاد والأهلي. ذكرناه في الحلقة الماضية وقلنا أنه الجميع متشوق لهذا الديربي. الاتحاد فاز، الأهلي خسر. ما رأيك في هذه المباراة؟ والله هي كانت مباراة على طرفين نقيض في البداية. نعم. يعني أقدر أقول لك أنها كانت مباراتين داخل المباراة. صحيح. مباراة بعد يعني الشوط الأول انتهى لصالح الأهلي بضغط واستحواذ وهجمات وكذا، وأيضا بداية الشوط الثاني تقريبا أول 5 دقائق قبل ما يجي هدف الشنقيطي. مهند هو ولا محمد ولا حمدان الشمراني؟ حمدان الشمراني. نعم. بعدها انتقلت مجرى المباريات إلى شيء آخر تماما. الأهلي تراجع مستواه، يظهر لأنهم توتروا. صحيح. ومع أن يعني الأرض ليست غريبة عليهم. وكانوا لاعبين بشكل ممتاز في البداية وبشكل تكتيكي وتنظيم ممتاز ومجهودات عالية. مجرد ما دخل الهدف فقدوا السيطرة. تقدم الاتحاد بهدف ثاني انهى فيها المباراة المدافع المصري أحمد حجازي، وكان هدف جميل صراحة أنا استمتعت فيه. ويعني أقدر أقول لك أنها انتهت لصالح الاتحاد بكامل المقاييس والمعايير. صحيح. ولكن لو تلاحظ يا عبد الرحمن في هذه المباراة بالتحديد نجد أنه أهداف الاتحاد أتت من كرات عرضية، وهذا يدل على أنها من مجهود فردي، سواء من الإنهاء عن طريق اللاعب الذي يكون داخل الصندوق أو من العرضية. وأنا ما أسميها عرضيات اللاعب كورناد، أنا أسميها سموم كورناد، لأنها يعني تضع المدافع الفريق الآخر في موقف يا اما انه يتركها لفريق الاتحاد او الخصم، او انه يلمسها وتشتت الحارس وممكن يعني يدخل هدف في مرماه، فبالتالي هي ليست عرضيه، هي سم. ولكن هذا يعني يدل على ضعف الاتحاد في هذه المباراة تحديدا من ناحية يعني ترتيب الكرة ويعني البناء في الأرضي ومجهود الفريق. تجد أنه الاتحاد فاز بمجهودات فردية وليس مجهود جماعي. وبالمجمل كما ذكرت كانت مباراتين داخل المباراة. أنا أعتقد أنه الأهلي لم يستحق هذه الخسارة، إلا أنه يعني تاريخ الاتحاد كان أقوى بحكم لعبه في البداية، أيضا بحكم الضغط. لكن زي ما ذكرت يا عبد الرحمن الكرة أهداف. طيب ننتقل إلى أسبانيا حيث كنا قبل قليل. نعم. برشلونة والأزمة إلى أين؟ والله عبد الرحمن هذا أعتقد أنه الموضوع هذا سوف يكون موضوع محور حديث في كل حلقة. لأنه برشلونة يتجه من سيء إلى أسوأ، النتائج سيئة، الأزمات كثيرة، توتر بين الرئيس والمدرب، توتر بين المدربين واللاعبين. اللاعبين فقدوا الثقة في أنفسهم، وفي كرة القدم عندما تفقد الثقة فإنك تفقد كل شيء. نعم. سواء في نفسك أو سواء في من حولك. ولا أعلم من أين أبدأ من أين أنت، ولكن مشاكل برشلونة يعني زي ما تقول زاد الطين بلة مباراتهم الأخيرة أمام أتلتيكو مدريد. مباراتهم الأخيرة أمام أتلتيكو مدريد خسروا فيها ب2-0، وقبلها أمام بنفيكا خسروا 3-0، وأمام ليفانتي خسروا 3-0. تعادل غريب مع قادش 0-0، وتعادل غريب أيضا مع غرناطة 1-1. دام قادش يتعادل معك المفروض غرناطة يفوز عليك. نعم. وقبلها بايرن ميونخ هزيمة 3-0، هذا غير مستغرب أبدا. وآخر مرة فاز فيها برشلونة كانت في أوغست 2-1 أمام ختافي. سلسلة بشعة جدا. طبعا كانت أسوأ بداية لبرشلونة في دوري الأبطال يعني منذ فترة طويلة. الدوري في انحدار، ما أدري في أي مركز هو، دعنا نرى. برشلونة في المركز التاسع، وهذا نادر. يعني حتى في أيام أسوأ المدربين وهو فالفيردي كان إذا ما أخذ الدوري يكون الوصيف. صحيح. الآن هو في أسوأ لحظاته. حتى فالفيردي قد يكون أرحم علينا أو أرحم على المشجعين من كومان. دوام الحال من المحال. لا شك. ممكن يتلخص كما ذكرت الأبيات لكل شيء إذا ما تم نقصانه فلا يغر بطيب العين إنسان. وهذا الأمر تلخص فعلا في برشلونة. آمل أن لا تعود مآلات هذا الأمر إلى مثل الفرق التي انهارت ودخلت في مراحل ودوامة الإفلاس. دعنا نخرج من هذا المحور وننتقل إلى القطب الآخر من إسبانيا وريال مدريد. ريال مدريد الذي بدأ الدوري، بدأ الأبطال بطريقة جميلة جدا،
بداية الموسم كانت مثالية خلينا نقول، إلى الآن هو المتصدر في الدوري الإسباني، ولكن هناك مباريات أخيرة تعثر فيها ريال مدريد. ما الذي يحصل؟ هل كانت بداية ريال مدريد يعني زي ما تقول خادعة لنا؟ هل كانت مثالية بشكل جعلنا نتوقع أنه مدريد سوف يصل إلى شيء، ولكن الآن ظهر على حقيقته؟ مدريد يملك مشجعين طموحين، لأن مدريد نفسه رفع سقف الطموحات عندهم لما جاء 17 و18 و19 جاب لك 3 أبطال ورا بعض وما غاب عن الدوري لفترة طويلة. فأنت الآن رفعت مستوى الطموحات عند الجماهير بكريستيانو رونالدو بزين الدين زيدان ب3 أبطال متتالية. خلاص الفريق ما صار يرضى إلا بالكمال والبيرفكت في كل شيء. صحيح. فلما تبدأ له بداية مثالية خلاص هو ما يعتقد منك إلا أنك بتنهي الموسم نهاية مثالية. صحيح. لأن هذا ما عودتني عليه ريال مدريد وهذا اللي أنا أبغاه. فلما أنت تبدأ بداية مثالية وتسقط أو كذا لن يرحمك الجمهور أبدا. نعم. هذا هو ريال مدريد باختصار. ما رأيك أنت؟ والله يعني ما لا أزيد على كلامك شيء. يعني عندما تقيم ريال مدريد ليس كما تقيم قادش أو غرناطة. لا شك. يعني المعيار يختلف تماما، وبالتالي هذا يمكن يسبب ضغط، ولكن ريال مدريد يعني أكبر من هذه الضغوط وأكبر من هذه يعني عودنا أنه في عز مستويات السيئة تجده يخرج إما بكأس ملك إما بدوري إما بدوري الأبطال، والتي أصبحت بالنسبة له يعني عادة، ولو كان غاب عنها من 2018 إلى الآن قرابة 3 إلى 4 سنوات. ولكن ريال مدريد هو ريال مدريد، سوف يعود بلا شك. نعم. هناك مباراة عظيمة في إنجلترا لابد يعني أن نذكرها عندما نذكر كرة القدم، ألا وهي مباراة يعني بين مدربين عظيمين وبين فريقين عظيمين يعيشون أفضل أيامهم خلال آخر 4 سنوات أو 5 سنوات، ألا وهو مباراة ليفربول ومانشستر سيتي. ما أقول في هذه المباراة يا عبد الرحمن؟ غير المدربين والفريق وبين نجوم عظماء. نعم. يتنافس كل منهم على صدارة الدوري الإنجليزي وعلى صدارة المشهد. ساديو ماني دخل بداية المباراة واستفتح التهديف بأسيست من محمد صلاح في الدقيقة 59، أتبعه فيليب فودين بهدف بأسيست من خيسوس في الدقيقة 69. تعادلت 1-1 في الشوط الثاني. الشوط الأول انتهى 0-0. محمد صلاح أتى بهدف يعني للتاريخ، وعادلهم بعدها كيفن دي بروين، فصارت النتيجة 2-2. كانت مباراة حامية والأعصاب كانت فيها مشدودة. المعلق كان عصام الشوالي ولعلنا لم نشهد عصام لفترة طويلة. مباراة جميلة جدا ومليئة بالأحداث ومليئة بالأهداف. مباراة مثالية. يعني هذه المباريات زي ما تقول لو كان في تخصص في الجامعة اسمه تخصص كرة القدم تجيب هذه المباراة تدرسها الطلاب. فيها نعم فيها من التكتيكات، فيها من يعني سبحان الله، خصوصا في الشوط الثاني تجد انه كل مدرب لديه بعض الافكار يعني متمسك فيها لدرجة انه ما راح يتنازل عنها ابدا في هذه المباراة. عشان كذا تجد انه مباراة 2-2 تعادل، الفرص من هنا ومن هنا، يعني ما تجد انه ما تشعر انه سيتي ظلم، ما تشعر انه ليفربول ظلم، تجد ان 2-2 هي النتيجة العادلة، ولو كانت يعني غير مرضية للفريقين، انه كل فريق يعني يتمنى انه يعني يفوز ويحصد 3 نقاط، ولكن هي زي ما تقول درس للناس او المشجعين من مدربين عظيمين مثل كلوب وغوارديولا، الذين انا اعتقد انهم افضل مدربين حاليا في العالم في خلال اخر 5 سنوات على النتاج او على الاسلوب او على التاثير في كرة القدم. طيب الشياطين الحمر كما يسمون، ماذا عن مانشستر يونايتد في رأيك يا عبد الرحمن؟ الفريق متكامل بمهاجم أسطوري وبمدافعين جيدين وبوسط وبأجنحة وبمدرب لا بأس به. ماذا ينقص الفريق حتى ينافس على المراكز الأولى؟ والله يا عبد الرحمن أنا أعتقد أنه مانشستر يونايتد يعني ينقصه يعني أمر مهم جدا يلحق بالركب ويعني ينافس ليفربول مانشستر يونايتد. وحتى الآن يعني أعتقد أنه من الفرق الذين لحقوا بالركب لا هو تشيلسي. مانشستر يونايتد في مرتبة أخرى أو مرتبة متأخرة عنهم. الفريق مدعم بالنجوم. نعم. ما في أكبر من يجيك كريستيانو رونالدو، وكريستيانو رونالدو هو كريستيانو رونالدو. فنجد أنه مانشستر يونايتد يعني يفتقد إلى كونه يعني يملك أسلوب خاص به. تجد أنه الكثير من العشوائية، لا تعلم اللاعبين عندما يلعبون في الفريق
لا يعلمون هم يعني يلعبون باسلوب استحواذ، اسلوب دفاع متقدم، دفاع متاخر، في هناك شتات وضياع. فما ان يعود مانشستر يونايتد الى اسلوب محدد يخاف منه الخصوم الى مباشره سوف يعود مانشستر يونايتد الذي عهدناه في كل المواسم السابقه. نتمنى السعاده والكره الممتعه للجماهير ونتمنى الفوز لجميع الفرق ان شاء الله. مستمعينا ومشاهدينا الافاضل في كل مكان، وصلنا واياكم الى نهايه الحلقه لهذا اليوم. شاكر لك هذا التقديم وهذا الحضور اخي عبد الرحمن. الله يعافيك عبد الرحمن. هذا ولا زلنا نستطلع واياكم المعرفه من كتاب الى كتاب ومن مجيء الى ذهاب، وشعارنا اللا اياب في ساعه شباب. طابت اوقاتكم. نحو العلا سيروا شباب الأمة، وتكاتفوا لينوح فجر أجمل، وتسابقوا للمكرمات وحلقوا بسمائنا طرا وخيرا أمنوا.